نعم، كما قلت بعد نوقف واحد الوقفة. احنا اليوم 13 رمضان، إنها أيام تمر بسرعة، ولقد نبهنا الله في آيات الصيام في سورة البقرة حينما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. يعني هي أيام معدودة، نبهنا الله بأنها معدودة وأيام مباركة، علينا أن نغتنمها حتى نكون إن شاء الله من الفائزين، خصوصا أن الأجر مضاعف في هذه الأيام والليالي من رمضان. والله فتح لنا 3 الفرص باش يتغفروا ذنوبنا في رمضان. 3 الأحاديث غادي نسردهم ونبينوا بها أن هناك فرص 3 ليغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا في هذا الشهر. أول هذه الفرص هي الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني من صام شهر رمضان مؤمنا بالله الذي فرضه وفرض صيامه، والذي يؤدي هذا الصيام كما ينبغي وعلى الوجه الصحيح محتسبا الأجر عند الله، فسيغفر الله له ما تقدم من ذنبه. الفرصة الثانية اللي قال فيها حديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن من صام، والفرصة الثانية يعني من قام. وهناك فرصة ثالثة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ليلة واحدة تغفر ذنوب اللي درناها من النهار اللي جعلنا راشدين وبدأت تسجلوا علينا الذنوب. يعني فهي ليلة واحدة ولكنها غير معلومة، هي محصورة في العشر الأواخر. وهذه هي الحكمة ديال الله، خلى ليلة القدر في العشر الأواخر، كأننا يعني من أول رمضان ونحن نستعد حتى نكون في العشر الأواخر على أحسن حال ونتحرى ليلة القدر، ونسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر ويجعلنا من الذين سيحيونها على الوجه الذي يرضى به الله عنا. إذن علاش النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا بأن هناك 3 فرص؟ فيبين لنا أن الله يريد من عباده جميعا أن لا يخرجوا من شهر رمضان إلا وقد غفر له. ولقد جاء في حديث آخر: رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. يعني خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. يعني أعطانا الله هذه الفرص كلها باش ما نضيعوهاش. إذن المغبون من سيضيع هذه الفرصة، ونسأل الله أن يوفقنا وأن نكون من الفائزين في شهر رمضان، الفائزين بجائزة العتق من النار، والمتخرجين بشهادة المتقين لنحافظ على هذا العتق. إذن احنا غنتكلموا كما قلنا في هذا الدرس على قيام الليل، ويعني نركزوا على من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنايا غنعطيكم بعض الآيات اللي بينت أهمية قيام الليل. فلما وصف الله أصحاب الجنة قال عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي آية أخرى من سورة السجدة قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يعني ما تبقوا خصهم ينوضوا خصهم يصلوا. وكذلك ذكر الله أوصاف عباد الرحمن في سورة الفرقان، قال عنهم: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. يعني قيل له: أما قد غفر الله لك؟ غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هذه كناية أنه يريد الزيادة، مصداقا لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا نظرنا في سير السلف الصالحين قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي، وإذا طلعت حزنت لدخول الناس عليه. شوف كيف تحسوا يعني بالقرب من الله في الليل.
وقال أبو سليمان رحمه الله: أهل الليل في ليلهم ألد من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. يعني كانوا يحنون لغروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، لأنهم يخلون بالحبيب ويناجونه. وحسن البصري يقول بأن قيام الليل يصلح لك أهلك ويوسع لك رزقك وينور وجه العبد في الدنيا والآخرة. ويقول: سئل حسن البصري رحمه الله: ما بال المجتهدين الذين يقومون الليل أحسن الناس وجوها؟ يعني تيكون عندهم النور في الوجه ديالهم. فقال: خلوا بالرحمن فألبسهم نورا. يعني سبحان الله، هذا الكلام ديال الصالحين وسيرهم يعني تحث على الاقتداء بهم لنذوق حلاوة ما ذاقوه. وقيام الليل هو قوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت العقدة الثانية، وإن صلى انحلت العقد الثلاث، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا حديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ما خصوش ينوض في الأوقات الفاضلة. فهذه نتيبة لنا بأن خصنا نجتهدوا ونجاهدوا نفوسنا باش تحل هذه العقد ونذوقوا حلاوة القرب من الله في الثلث الأخير من الليل. هذه القوة هي اللي تفسروها يعني الصحابة: كانوا يبيتون رهبانا ويصبحون فرسانا. تنشوفوا حنايا في رمضان كان القيام بالليل، وحققوا انتصارات مهمة في شهر الصيام والقيام: فتح مكة، غزوة بدر الكبرى، دخول المسلمين إلى الأندلس، وعدة انتصارات حققها المسلمون في شهر رمضان، شهر الصيام وشهر القيام. والبحث العلمي تثبت بعدة فوائد صحية وجسدية للصيام، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فوائد صحية، نخلي الصيام غنتكلموا عليه، ولكن نتكلم الآن على فوائد صحية والنفسية ديال قيام الليل. كما هو معلوم في فيزيولوجيا النوم عندنا في الأول الليل تكون أكثر دورات هي النوم الغير الحالم. النوم الغير الحالم تيكون في الثلث الأول ديال الليل، وتيتمتع الإنسان فيه بواحد النوم عميق وراحة كاملة. ولكن في الثلث الأخير من الليل تيرجع النوم الحالم. تلاحظوا بأن يعني الأحلام تتكون خصوصا في الأخير ديال الليل. وفي هذه المرحلة اللي تيكون فيها النوم الحليم تتوقع عدة تغيرات فيزيولوجية. مثلا ترتفع ضغط الدم، وتنعدم انتظام دقات القلب، ما تبقاش منتظم دقات القلب. والاطباء القلب هما يقولوا لنا هذه القضيه بان اكثر جلطات القلبيه تتوقع في هذا الوقت ديال السحر وفي الصباح بكري، لانه انا كيف قلنا بان هناك تغيرات فيزيولوجيه تتوقع في الثلث الاخير ديال الليل. منها كيف قلنا يعني عدم انتظام دقات القلب، والناس اللي تيكون عندهم واحد القابليه باش يديروا جلطات القلب تجيهم في هذا الوقت. الى وتزداد عدد مرات التنفس، والحركات ديال الاهداب الجيوب الانفيه تتقل، اذا هنا يمكن يوقعوا اضطرابات في التنفس. والافراز ديال الحمض المعدي توصل لاقصى الذروه ديالو، اذا تكون هذا الحمض المعدي يمكن يوقع التهاب ديال جدار المعده، ولا يمكن تحدث قرحه المعده. وهنا تيقول لك الا نطي في هذا الوقت اللي فيه هذه الاضطرابات، الا نطي من النعاس، فهذا تيحميك من هذه المضاعفات ديال هذه التغيرات الفيزيولوجيه. اذا قيام الليل فيه قوه. وهناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات. إذا هذا الخير كله ديال قيام الليل هذا سار الايام، يعني في جميع طيلة السنة هذا الأجر كاين. فما بالكم بليالي رمضان، فما بالكم في ليالي رمضان من البداية ديالو، وما بالكم بالعشر الأواخر من رمضان التي علينا أن نتحرى فيها ليلة القدر.
والحسن البصري تنبغي نستدل بهذه الاقوال الصالحين والسلف الصالح. حسن البصري رحمه الله قالوا له: يا ابا سعيد، ما افضل ما يتقرب به العبد الى الله تعالى من الاعمال؟ قال: ما اعلم شيئا يتقرب به المتقربون الى الله افضل من قيام العبد في جوف الليل الى الصلاه. وقال الحجاج رحمه الله: إن قيام الليل يحط الذنوب كما يحط الريح العاصف الورق الجاف من الشجرة. شو واحد الريح عاصف والورق الجاف لهب عليه ذاك الريح، يعني يتساقط. كذلك الذنوب تتساقط ويغفر الله الذنوب كما ورد في الحديث: قيام الليل هو منهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. إذن بعد أن علمنا بهذه الفوائد أو هذه الأقوال التي تحفز النفس على القيام الليل، سأتكلم عن آداب قيام الليل. آداب قيام الليل. إذن الآداب هي أن الواحد يعني من ينوض أولا يذكر الله، خصوصا أنا بينت لكم ذاك الحديث على الشيطان يعقد على قافية أحدكم 3 عقد. إذن أول ما خص الواحد يدير يذكر الله باش تحل العقدة الأولى. وتلاحظوا الواحد تيحس بالعياء ومجرد تيبغض في نفسه ونوض. حنا نشوفوا هذا المصداق هذا الحديث واش جربتيوها ولا خصنا نجربوها جميعا. يعني أول ما يدير الواحد هو يذكر الله. والسنة أن نقرأ خواتيم سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني تقرأ هذه خواتيم سورة آل عمران. وكاين واحد الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله حينما يقوم للصلاة في الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله غيرك. إذن هنا ذكر الله وتعظيم الله، ومن بعد تطلب المغفرة، لأن المستغفرين بالأسحار. أهم شيء نكثروا منه هو طلب المغفرة. طلب المغفرة. إذن هذه تذكر الله، ومن بعد تتوضا، ومن بعد تصلي ركعتين خفيفتين، ومن بعد تصلي مثنى يعني 2 ركعات يعني تقرا فيهم القرآن إذا كنتي حافظ، ولا دي حاجة عاد حفظتيها، ولا غادي يمكن لك تصلي جماعة مع الأهل ديالك، ولا يعني تهز الكتاب. يمكننا في قيام الليل واحد يهز كتاب الله ويقرا باش يتدبر آيات وباش يقرا آيات جديدة ويتمعن فيهم ويحس بالقرب إلى الله. وهناك 7 مراتب لإحياء الليل من حيث المقدار. يعني المرتبة الأولى، يعني أعلى مرتبة، هو إحياء كل الليل. وقد كان جماعة من السلف يصلون الصبح بوضوء العشاء. فهمت؟ الصبح بوضوء العشاء يعني تبقوا فايقين ما تينعسوش. هذا اللي تقد عليه يعني. ولكن المرتبة السابعة هي إحياء ما بين العشاءين. يعني بين العشاءين يعني بين الغروب والعشاء، يعني تحييها وينوض الواحد قبل من صلاة الصبح باش ما يدركوش الصبح هو نائما. إذن هذه هي بعض آداب والمسائل على قيام الليل. ولكن ديما احنا المهم عندنا هو نعرفوا شنو هي الأسباب اللي بها تيسر قيام الليل. يعني كل شيء غادي دابا تشوق يدير قيام الليل، خصوصا انه ملي تسمع هذه الاحاديث وهذه الايات التي يعني ذكرنا بعضها، فهو تيبغي كيف ندير نحيي الليل، يعني كيف ندير باش يتيسر لي قيام الليل. اولا هذه نقطه مهمه صبتها بزاف الصالحين قالوها، هي ان لا تكثر الاكل فتكثر الشرب فيغلبك النوم ويثقل عليك القيام.
الأكل. كان أحد الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول: معاشر المريدين، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتتحسروا عند الموت كثيرا. يعني الأكل يعني حتى التخمة ما غيخليش الواحد يقيم الليل، وما غيخليش الواحد يتخشع في الصلاة ديالو. هنا غادي نوقف واحد الوقفة على التغذية في رمضان. يعني علاش؟ واش فيكم شي واحد اللي جرب يعني خدا شي عشاء ثقيل ونعس مباشرة بعد كلا؟ واش قد ينوض في الليل؟ واش قد ينوض الصبح؟ واش قد ينوض السحر؟ لأن السحور بركة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زالت أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. يعني هذه سنة تجبد لك سنة. يعني خصنا نعجلوا الإفطار وخصنا ناخذوا وجبة السحور. إذا كيف خصنا ناكلوا في رمضان؟ فلسفة الصوم قائمة على أن إرهاق المعدة بالطعام الكثير أو زائد عن حاجتها يسيء إلى الجسم كله ويجلب له ألوانا من المرض. لهذا الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذا هنا أنا قلت لكم غنوقف واحد الوقفة على التغذية في رمضان، لأن راه مهمة التغذية في رمضان. إذا ما كانش صحية ما غنقدوش نقيموا الليل، وما غنتخشعوش في الصلاة، وما غنستفدوش الفوائد الصحية ديال الصوم. واش عارفين بأن الصوم له عدة فوائد صحية، وأن هناك مصحات يعني أنشئت في عدد من الدول المتقدمة للعلاج بالصوم وللوقاية من الأمراض بالصوم، حيث أنهم يعني تيدسوا في هذه المصحات باش يشجعوهم على الصوم، تيديروا لهم لو ديتوكس، يعني تيتخلصوا من السموم. علاش دارت هذه المصحات؟ لأنها تثبت بأن الصوم له فوائد صحية. وأنا غنوقف لكم بأنه أولا الصوم تيجعلنا نتخلصوا من السموم اللي متراكمة في الجسد. يعني تجينا من عدة يعني طرق، منها الأكل اللي تناكلوا، المصنعات، منها استنشاق الهواء الملوث، منها الاحتراق الداخلي ديال عدة مواد في الذات ديالنا. يعني هناك سموم تختزن في الدهون، ومني تنجوعوا داك الشحوم تتجي باش تقلب في الكبد باش تحول الجليكوز، وتجي معها السموم وتزيل الكبد سميتها. هذه أولا نتخلص من السموم. كذلك يعني الصوم ينشط عملية تجديد خلايا الجسم. خلايا الجسم تتجدد باستمرار. وهناك يعني في 2016 واحد العالم الياباني الصيني يعني خد جائزة نوبل لأنه اكتشف واحد العملية ديال اللوتوفاجي. اللوتوفاجي يعني الالتهام الذاتي، يعني الجسد تينظف النفس ديالو عن طريق هذه اللوتوفاجي. فهي بروتينات تلتقم الخلايا المريضة التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض الشيخوخة، أو يمكن أن تؤدي إلى أمراض السرطان. يعني هذه البروتينات يعني تلتقم هذه الخلايا وتعيد صورتها لكي يستفاد منها. فهذا يشبه يعني الريسيكلاج، يعني تدوير المخلفات. إذا هنايا أن الصوم نكتشف هذا العالم الياباني هذا اللوتوفاجي، بداو الأبحاث كيفاش نديروا نشطوا هذا الالتهام الذاتي أو اللوتوفاجي، ووجدوا بأن الصوم هو الذي يساعد على تنشيط هذه العملية اللي هي مفيدة للصحة. إذن وصلوا بأنه يعني الصوم يقي من عديد من أمراض الشيخوخة، وكذلك من عدد من أمراض السرطان. إذن ولكن أي صوم اللي يكون في هذا؟ واش هذا الصوم اللي تنصوموا حنايا؟ إلا من رحم الله. تنشوفوا في المجتمع ديالنا الاستهلاك يكثر في رمضان. رمضان شهر توفير ليس شهر تبذير. رمضان شهر صحة ليس شهر مرض. ونقول لكم حنا تنقرا هذه الفوائد الصحية ديال الصوم، وتنشوف الواقع ديالنا المؤسف بأنك هناك أمراض تظهر في رمضان، وهناك أمراض تتضاعف يعني المضاعفات ديالها في شهر رمضان. علاش؟ لأننا لا نصوم صياما صحيا، لأننا نكثر من استهلاك يعني الأكل، ويمكن الليل كله الواحد تيبقى ياكل. ولكن اللي بغى الصيام الصحي يقتصر على وجبتين،
وجبة الفطور ووجبة السحور. وجبة الفطور خصها تكون متوازنة، يكون فيها جميع المسائل اللي تنحتاجو، يكون فيها اللي تنهملوه في شهر رمضان هو الخضر والفواكه. يعني يكون عندنا الخضر والفواكه فوق طاولة الإفطار، ماشي غير المعجنات، ماشي هي المقلي والمعسل، فهذا يعيق الهضم. إذن أنا بغيت نذكركم بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هي تساعدنا نوقفوا يعني الأكل قبل ما نوصلوا للشبع. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على ثمرات، ولكن خصوصا الرطب، يعني داك التمر الحلو، وماء يعني ومعه الماء، ويذهب لصلاة المغرب بتأني، ويصلي النافلة ديال المغرب، وعاد يرجع فوق الطاولة اللي غياخذ منها ما قل ودل، يعني باش ياكل كل شيء. اذا هذه القضيه السنه النبي صلى الله عليه وسلم تاخذ التمر، هو فيه اكثر من 70% من السكريات السريعه الامتصاص، تتكون المعده خاويه، يعني على ما تصلي وكذا شويه داك التمر تيوصل للامعاء، وتوقع الامتصاص ديال السكريات السريعه الامتصاص، وتيطلع السكر، يعني ما تبقاش داك السخفه اللي تجعلك تاكل بشراهه. واذا من بعد ما ترجع للمائده تيمكن لك تحكم في نفسك وتاكل ببطء وتاكل بتأني، وتحاول ما امكن ما توصلش للتخمه، لان تلك التخمه فهي تجلب مع الاذى للمعده وللجسد كله. وانا بغيت نذكركم بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، يعني اكفس وعاء تعمره هو تعمر المعده ديالك، البطن ديالك. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. يعني ثلث تخليه الطعام، وثلث خص يكون معاه شويه د الماء، وثلث خلي النفس باش يطلع ويهبط. قال واحد ملي تيعمر المعده على الاخره ما تيبقاش حتى يتنفس، وهكا تتآدى المعده، تتآدى التنفس، تتآدى الدوره الدمويه. اذا هذا الحديث لقيمات، لقمات صغيورين ومعدودين، شكون فيكم تيحسب اللقمات اللي تياخذ واش صغيورين؟ هذا الحديث هذا ورد على طيله السنه، فما بالنا في شهر رمضان اللي مسموح لنا ناكلوه في الليل، ومعروف الماكله الليل، معروفه الماكله الليل تتعطي سوء الهضم. اذا خصنا نعرفوا بان لا بغينا صيام صحي ولا بغينا نستافدوا من الفوائد الصحيه ديال رمضان ديال الصوم، خصنا نقلوا ما امكن في الاكل، خصنا نخليو راسنا نجوعوا حتى في الليل، بين الفطور والسحور نحسوا بشويه الجوع. لهذا انا مزيان تنهضروا على قيام الليل، حنا بغينا شنو هي الاسباب التي تيسر قيام الليل. الاسباب التي تيسر قيام الليل هي نقلوا من الاكل. عمر رضي الله عنه قال: اياكم والبطنه فانها مفسده للجسم، مورثه للسقم، مكسله عن الصلاه، وعليكم بالقصد، قصد يعني التوسط، فانه اصلح للجسد وابعد عن السرف. ولقمان الحكيم، تعرفوا لقمان الحكيم الكلام ديالو كله فيه حكمه، يقول: اذا امتلأت المعده نامت الفكره وخرست الحكمه وقعدت الاعضاء عن العباده. يعني صافي الماكله بزاف غادي تعطينا تتاثر على العباده. واحد اشهر الاطباء قال: المعده بيت الداء والحميه راس الدواء. اذا المعده هي المشكل، واش تناكلوا، والحميه يعني ريجيم هو راس الدواء. اذا تنأكد اللي بغى يقيم الليل واللي بغى يتخشع في الصلاه خصوصا في هذا الشهر رمضان يحاول ما امكن يقلل الاكل. انا تنقول خصنا نقصوا في الميزان ديالنا في رمضان، خصنا نقصوا في الميزان، لان عاد نحسوا بان صمنا صيام صحي ونستافدوا فيه، يعني حنا نديروا ديتوكس وحنا نصوموا طاعه لله وامتثالا لامر الله. ولكن لا باس معرفه هذه الفوائد الصحيه وهذه المقاصد ديال الصوم لتزيد ثقتنا بهذا الدين، بان كل حاجه فرضها على الله علينا انها يعني مصلحتنا، ولكن خصنا نتفقهوا في اي حاجه باش نأديوها على احسن وجه. اذا اولا الاسباب التي تيسر قيام الليل هي قلنا ان لا نكثر الاكل،
ثانيا أن لا نتعب نفسنا بالنهار، يعني باش الواحد النهار كله يتعب، مزيان يتحرك، لان راه باش داك لوطوفاجي اللي تكلمنا عليها راه تيقول لك خصك تتحرك وانت صايمه باش عاد تنشط العمليه ديال الالتهام الذاتي. اذا الحركه مزيانه خصوصا قبل المغرب، الواحد اللي تيوجد مثلا الفطور راه تيتحرك، ولا اللي تيخرج يدير رياضه، فهنا ولكن ما وصلوش للتعب، ماشي كاع الارهاق. هذه ثانيا، لا يتعب نفسه بالنهار. ثالثا، ألا يترك القيلولة بالنهار، هذه القيلولة مهمة، فهي فيها استعانة على قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، فيوصل نوصي بقيلولة بين الظهر والعصر لمدة تتراوح بين 10 و40 دقيقة. يعني هذه هي يعني القيلولة، فهي تساعد على القيام الليل، ما تكونش طويلة، ماشي يعني بين 10 و40 دقيقة. رابعا، هذه رابعا مهمة، رابع سبب الذي ييسر قيام الليل هو أن لا تعصى الله بالنهار، فإن ذلك يقسي القلب ويحول بينه وبين أسباب الرحمة. قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ يعني الأسباب كلها تياخذ، هو صحيح وباغي يقيم الليل وتيوجد باش غيتوضا، ولكن ما تينوضش. جاوا شنو بس جاوبوا الحسن البصري رحمه الله، قال له ذنوبك قيدتك، قال له الذنوب ديالك قيدتك، لأن الخير يدعو إلى الخير والشر يدعو على الشر. فهنا يقول، والحسن البصري كذلك يقول رحمه الله: إن الرجل يذنب الدم فيحرم به قيام الليل، يعني الدم تحرم قيام الليل. إذن بعد أن عرفنا بأن قيام الليل الأسباب ديالو والآداب ديالو، أنا بغيت نأكد على نقطة واحدة، هي شنو غنديروا في قيام الليل. نعم، الصلاة، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يعني هذاك الليل زعما سبحان الله، ذاك السكون الليل وكل شيء يعني زعما مهدئ، وتنوض لاش للوقوف بين يدي الله. ملي تتوقف بين يدي الله تتحس بانك يعني هذا، انا بغيت ناكد: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يعني تجيك عباده التفكر في ذيك الوقت، لان عباده التفكر مهمه، راه التفكر عباده خصنا نحيوها في قلوبنا، ما بقاوش ماشيين بدون تدبر وبدون تفكر. فالتفكر يعني تكون في كل وقت وفي كل شيء لله آية، ولكن في هذاك يضبط في الليل، فيعني واحد يتفكر في خلق السماوات والارض. هنايا القضيه ديال قلنا يمكن لك تبقى تصلي والصلاه بخشوع، وكيفاش ويعني خصوصا الصلاه الدعاء مستجاب، هذه مهمه ديال الدعاء في قيام الليل، خص واحد يكثر الدعاء، واحسن دعاء اللي تكثر منه هو اللهم اغفر لي وارحمني، لان يعني قلنا المستغفرين بالاسحار، وان احنا خصنا ربي يغفر لنا في رمضان، الا غفر لنا الحمد لله ان شاء الله غادي تكون توبه نصوح. اذا كيف قلنا يعني الدعاء وانت تتقيم الليل، واحسن وقت الدعاء هو تكون في الثلث الاخير ديال الليل وانت ساجد وانت تدعي، لان هو السجود واقترب، والثلث الاخير ديال الليل شنو الله تعالى تيقول وشنو الحديث اللي تيقول: إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له، ومن يتوب إلي فأقبله. يعني تصور أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وتقول لك من يدعوني فيستجيب له. خصنا نحسن الظن بالله، حنا ندعو ونحن متيقنين بالاجابه، لا بد تيستجب لك الله، اما تعطيك داكشي اللي تطلب، اما تيدفع لك شي حاجه اكثر من داكشي اللي تطلب، او لا تيدخر لك يعني الاجابه الدعاء ليوم القيامه. اذا لا بد خصنا ندعيو. نعم، كيفاش ما تدعيش في ليالي رمضان، ورمضان شهر الدعاء، رمضان شهر الصيام، شهر القيام، وكذلك شهر الدعاء. لأن شوف واحد فين جت آية الدعاء: وإذا سألك عني، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فين جت هذه الآية؟
نعم فين جات في سورة البقرة في وسط آية الصيام، يعني بدأ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، وصل ومن بعد قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن بعد شنو قال أحل لكم ليلة الصيام الرافة، يعني مازال يتكلم على الصيام، وقالنا سميتو آية ديال الدعاء، كأن الله يقول لنا بأن رمضان شهر الدعاء وشهر استجابة الدعاء، فأكثروا من الدعاء في طيلة شهر رمضان وخصوصا عند قيام الليل لأن الدعاء مستجاب. إذن هذه ديال الدعاء، قيام الصلاة، الدعاء، قراءة القرآن. قراءة القرآن مهمة، تقرا وانت تقرا وانت تصلي، ويمكن لك تجلس وتقرا الورد ديالك وانت تدبر. لا بد من حضور القلب وترك حديث النفس عند قراءة القرآن. خصنا نجمع القلب ديالنا عند تلاوة القرآن. الله تعالى يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. هذا يساعد على تدبر القرآن. والله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وعلي رضي الله عنه يقول لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها. يعني الواحد خصو يتدبر الآيات القرآن، وهذاك الثلث الأخير الليل، يعني في الليل تيساعدك على التدبر، ويمكن لك تعود الآية عدة مرات للتدبر فيها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قام الرسول صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها، بقى يردد آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا يا رب. تلاوة القرآن حق تلاوة، وأن تشترك فيه اللسان والعقل والقلب. اللسان يرتل، العقل يترجم، والقلب يتعظ. لا بتخصنا يعني نحاولوا نجاهدوا نفوسنا باش ندبروا القرآن، ما نبقاوش نهدوا هذا الشعر، لا نحاولوا ندبروا القرآن باش إن شاء الله نستافدوا منه. والله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ويقول يعني واحد ثابت البناني رحمه الله كابدت القرآن 20 سنة، 20 سنة هو كابده باش يتدبر القرآن، وتمتعت به بقية حياتي. وعاوتاني من موانع تدبر القرآن وفهمه أن يكون قارئه مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو بهوى في الدنيا، وقد شرط الله الإنابة للفهم والتذكير، فقال تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يعني القرآن غيكون تبصرة وذكرى للعبد المنيب. المنيب هو اللي ترجع الله، هو اللي تيتوب إلى الله. ويقول تعالى وما يتذكر إلا من ينيب. ويقول سبحانه إنما يتذكر أولو الألباب. نعم، الذي آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة فهو ليس من ذوي الألباب، لذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب، يعني أسرار القرآن والتدبر دياله. إذا الواحد ملي تيكون تيقرأ القرآن يركز معاه ويبقى يحاول ما أمكن يستحضر بأنه هو المقصود بكل خطاب. إذا سمع نهيا أو أمرا فهو يقول أنا هو اللي مأمور بهذا النهي، أنا هو اللي مأمور بهذا الأمر. ولا سمع قصص الأنبياء يعلم أنه هو المقصود في الاعتبار. لما الحمد لله الواحد من غيتدبر القرآن فهذا زعما هذا هو القراءة اللي تكون بتدبر، هي اللي فيها ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيفاش ما تطمئنش القلوب وانت تسمع الله تعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله تعالى يقول ولا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.
يعني كلام يعني ويأمرنا بالصفح والصبر والإحسان والغفران. يقول الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني القصص راها تتبين لنا زعما واحد السيناريوهات مختلفة وتناخذ منها عبر. وكذلك الآيات لها رنات، يعني في كل صورة لها رنة خاصة تطمئن القلب. مثلا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وعود آية مثلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والفجر وليال عشر. سبحان الله، بيدنا هذا الكتاب ما خصناش نهجروه، خصنا نقراوه بتدبر، وخصنا يعني نقراوه آناء الليل وأطراف النهار. ونحن نقول قيام الليل، نقرأ القرآن في قيام الليل لأن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه بعض الكلمات، هذه بعض المسائل اللي ذكرناها على قيام الليل. وما يكفينا إلا أن نكثر من الدعاء. اللهم أيقظنا في أحب الأوقات إليك واستعملنا في أحب الأعمال إليك واقبضنا عليها. وإحنا دابا رحنا يوم 13 رمضان، يعني قربنا نوصلوا العشر الأواخر اللي غنتحراو فيها ليلة القدر. فمزيان احنا شو سبحان الله خلى ليلة القدر حتى الآخر، لأن كاينين اللي ما كانوش مسانسين شحال هذه لا ما تينوضوش حتى صلاة الصبح في وقتها، وهذه فريضة صلاة الصبح قبل ما تطلع الشمس فريضة. وهناك من كان يهمل يعني الصلاة في وقتها صلاة الصبح. فرمضان شهر التوبة، رمضان خصنا نحاسبوا فيه نفوسنا ونتوبوا من الذنوب اللي كنا تنديرها، منها صلاة الصبح في وقتها قبل طلوع الشمس. كاين اللي ما كانش تينوض صلاة الصبح وبيدخل رمضان يعني الحمد لله مع التذكير ومع مع روحانية هذا الشهر. يعني شنو عارفين بأن الشياطين مصفدة وأبواب الجنة مفتوحة وأبواب النيران مغلوقة، ينادي منادي من عند الله يا باغي الخير أقبل وباغي الشر أدبر. يعني الكون تغير لنتغير، الكون تغير. يعني تيبدا واحد تيقول بغيت نصلي الصبح وقته، بغيت نوض نقيم حتى انا الليل، يعني ماشي من النهار الاول غيبدا الثلث كله ينوض الاخر الليل ولا هذا. لا بد غيبدا في تدرج، لان التغير المفاجئ في اوقات النوم واوقات الاستيقاظ راه تؤدي الى مشكل. مثلا الواحد غادي يقيل دايخ النهار كله وغادي يحرق الراس. اذا هنايا بتدرج من الاول رمضان الواحد ينوض صلاه الصبح، ينوض قبل ما يصلي 2 ركعات، من بعد يزيد عاوتاني يصلي اكثر حتى ان شاء الله يتدرب باش في العشر الاواخر يكون تدرب على قيام الليل. وغتكون الساعه البيولوجيه ديالو تعوضت على الوقت ديال الاوقات المباركه في رمضان، هي الاوقات ديال السحر، يكون واحد واقف فيها خصوصا في العشر الاواخر، لانه نتحرى فيها ليله القدر اللي هي خير من 1000 شهر. اذا هنايا ديما تنأكد اللي بغى يقيم الليل يحاول ما امكن يقلل من الاكل في الليل، خصوصا الاكل مباشره بعد قبل النوم. يعني الواحد اذا كلا ونعس مباشره فراه ما تينعش نعاس عميق، لان المعده تكون في وقت الهضم، وتينوض مثلا ناض مثلا قبل من الصبح ما غيخدش يتسحر، وفي السحور بركه وما غيتخشعش في الصلاه ديالو. اذا نحاولوا نقصوا ما امكن من الاكل في هذه الايام المتبقيه من رمضان، وخصوصا المسائل المقليه المعسله الطاجين اللي فيه ليدان بزاف. يحاول الواحد ياكل ديات يعني ماكله صحيه باش ان شاء الله نفوزوا اولا بالصحه والفوائد الصحيه ديال الصيام، ولكن الاهم هي نوصلوا لدرجه الخشوع في الصلاه. وكنا هضرنا على الخشوع في الصلاه وبينا بان احسن وقت للتدرب على الخشوع في الصلاه هو صلاه الليل. يعني في صلاه الليل الواحد يتدرب على الخشوع في الصلاه. وانا غنختم هذا الدرس يعني حيت باش يوقع الخشوع في الصلاه خصنا ندبروا مغازي الاقوال ومعاني الافعال. يعني الكلام اللي تنقولوا ندبروه، كنا تنقراو الفاتحه ندبروها، كنا تنقراو الايه ندبروها، وكذلك يعني الحركات اللي تنديروا. اولا نقف في الصلاه نقولوا الله اكبر، تتقول الله اكبر بلسانك وخصو يكون اكبر في قلبك، وتتقرا الفاتحه.
يقول وفي الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وهذه الصلاة في هذا الحديث هي الفاتحة. ملي تيقول العبد الحمد لله رب العالمين، الله تعالى، لأن ملي تقول الله أكبر الله يقبل إليك ويحضر لصلاتك. ملي تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. ملي تقول الرحمن الرحيم تقول لك أثنى علي عبدي. ملي تقول ملك يوم الدين تقول مجدني عبدي. ملي تقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول لك هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ملي تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تقول لك الله تعالى هادي لعبدي ولعبدي ما سأل. شوف حسينا بهذه المناجاة بين المصلي وبين الله تعالى ستطير قلوبنا فرحا وخشية من الله. ومن بعد تقول تقرأ السورة، ومن بعد تقول الله أكبر وتتركع. الركوع هي فيها يعني تتبين الاحترام والذل لله تعالى. وشينا تقول عاود سمع الله لمن حمده. مي قلتي سمع الله من حمده تتقول مباشره لك كنت تصلي بوحدك تتقول ربنا ولك الحمد، يعني يا ربي انا من هذوك اللي غادي يحمدوا باش يسمع لك ملي تسجد. من بعد تقول الله اكبر. في كل تغيير حركه تقول الله اكبر، باش الا مشيتي سهيتي تقول لا الله اكبر. خصني نفكر دابا في الصلاه وما نفكرش في داكشي اللي تيوسوس لي به الشيطان. وتتسجد تدير اعلى ما فيك هي الجبهه في موضع قدميك لتبرهن عن خضوعك وعن ذلك لله تعالى. ولا كانت الحركه يعني الوضعيه تتبين الذل والافتقار الى الله، حتى القلب خصو يكون يعني خاضع لله ويعني فيه خضوع لله تعالى. ومن بعد يعني هذه الصلاة كلها، ونسأل الله أن نكون من الخاشعين ومن الذين يعني يقيمون الصلاة بحقها حتى نفوز بالأجر الكامل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دكتورة أمينة على هذه المحاضرة القيمة المركزة القلبية الروحانية. الحمد لله كان مفهوم المقاصد وصلت تنظن للجميع، ولي كومونتير في الشات تيبين داك الشيء. أحبتي في الله، إن شاء الله بدينا دوبوي نهار رمضان 2 محاضرات في الليل، محاضرة في العصر ومحاضرة في الليل. جو انفورم نعلمكم بان المحاضره 10 الاواخر الليليه ما غتبقاش، وغيكونوا غير المحاضرات ديال العصر والمحاضرات من بعد صلاه الصبح، حيت بحال اللي قالتنا الاستاذه والدكتوره امينه اهم حاجه هو قيام الليل في 10 الاواخر. دونك فوالا جو سو البروميير على نونسي باش واحد مزيان يحضر المحاضرات ويسمع، ولكن اهم حاجه هو يستفاد ويطبق. انا شخصيا خديت هذا القرار ان شاء الله باذن الله، وجيسبر كو زيد افيك موا ابارتير ديال 10 الاواخر يكون المحاضرات في العصر وفي الصبح وفي الليل ان شاء الله. كل واحد ينوض يقيم الليل ويقرا القران ويستغفر ويسبح. دكتوره شكرا جزيلا على اجابه الدعوه، ونتمنى ان شاء الله لك ندعو الله سبحانه وتعالى يعطيك جنة الفردوس الاعلى ويدير البركه فيك وفي العائله ديالك باش ما بغيتي. شكرا جزيلا لكم ولاله، شكرا للحضور. ميعادنا ان شاء الله غدا مع الساعه 5 بعد العصر مع مولاي علي الرسولي ان شاء الله. شكرا للجميع والى الغد، مع السلامه.